السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب الصف السادس ابتدائي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر محمد كرم مع قناة هنذاكر سوا. يلا دلوقتي معانا أول درس في الترم التاني من سنة ستة، اللي هو درس ايه؟ رحلة من النيل إلى طوكيو. رحلة من النيل إلى ايه؟ إلى طوكيو. ايه، تعالى نعرف الفكرة العامة اللي بتدور فيها الدرس قبل ما نيجي نقرا الدرس ونطلع منه أهم المعاني المفردات، سواء كان مضادات جمع مفرد، كل الحاجات دي. وإن شاء الله أنزلكوا فيديو تاني عن حل الدرس كله. الدرس كله بيقول رحلة من النيل إلى طوكيو. هو بيدور عن إيه يا حبايبي؟ ببساطة شديدة، هو كان مدارس عاملة مسابقة، كان اسمها مسابقة إيه؟ مسابقة الروبوت. وكذا وكذا مدرسة اشتركت، وفي فريق من المدرسة هو قدر يفوز بين كل الفرق دي، لحد ما إيه؟ لحد ما تسافر إلى اليابان، في عاصمة اسمها عاصمة اليابان اللي اسمها إيه؟ طوكيو. وهو كان الفرق دي كانت فرق ايه؟ عالمية، يعني المسابقة دي كانت مسابقة ايه؟ دولية. وفعلا بقى ساعة ما راحوا المسابقة في طوكيو، كان في وقت كده بسيط قبل ما يروحوا المسابقة كان في وقت بسيط. كانوا بيعملوا ايه؟ قعدوا يتمشوا في شوارع طوكيو ويشوفوا ثقافة الشوارع، ثقافة البلد هناك عاملة ازاي. وفي اليوم اللي بعديه راحوا شافوا المدارس شكلها ازاي. فايه اللي حصل؟ فهم كانوا لقوا المعلمين بتساعد الطلاب اللي هم ايه؟ ينظفوا ساحة الفناء بتاعة المدرسة، ينظفوا ساحة الفناء بتاعة ايه؟ المدرسة. بتقولي يا مستر يعني ايه ينظفوا ساحة الفناء بتاع المدرسة؟ مش المفروض في اصلا، يعني معلش، يعني ده او عمال نظافة هم ينظفوا المدرسة وكده؟ لا. هنا عندنا في مجتمعات تانية، احنا المجتمع بتاع الصين واليابان والأماكن الثقافات دي، هما بيمشوا بثقافة ايه؟ هيرب يور سيلف. يعني ايه هيرب يور سيلف؟ يعني ساعد نفسك بنفسك. يعني اللي عايز ينظف حاجة هو اللي ينظفها بنفسه، مش يجيب ولا عمال نظافة عشان ينظفوا حاجتهم. وكمان يتفاجئوا اللي تاني حاجة اللي هما ايه؟ في معلمين غايبين. يعني في ايه؟ لو معلم غائب من المدرسة، هو ايه؟ مش هيجي بتاع ده يجيبوا معلم او يستنوا معلش المعلم لما يجي عشان يشرح الدرس، لا. عندهم نظام، خلاص المعلم غاب، التلاميذ هم اللي يشرحوا لنفسهم، هم اللي يعلموا نفسهم. ازاي ده يا مستر؟ ده المعلم لو غاب اصلا عندنا، احنا خلاص اصلا مش هنعرف حاجه ونستناه لما يجي. لا، هناك عندهم يا حبايبي اللي هو ايه؟ لما مستر يغيب، لا، هو التلميذ هو يدرس لنفسه، وممكن يستعين بصاحبه يشرحوا لبعض لحد ما يفهموا لبعض، لحد ما المدرس يجي عادي. بس انا عندي لا، مش هعطل المسيره التعليميه اللي في المدرسه عشان مدرس غاب. دي تاني حاجه الطلبه طبعا. فريق المدرسه بتاعنا كان مندهش باللي هو شافه. ما هو مش شايف الحاجات دي اصلا عندنا، وعمره ما شاف الحاجات دي نهائي. فايه تاني؟ راح اتمشى في الشوارع، لا، قال لازم بقى الثقافة ايه؟ اليابانية كاملة، ويشوف إيه اللي بيحصل هناك اصلا. فايه، قعدوا يتمشوا ويشوفوا الاكلات والحاجات دي والاكلات اللي هناك وكل حاجة. في حاجات عجبتهم، كانت حاجات ايجابية بالنسبة لهم، وفي حاجات كانت سلبية اللي هي متمشيش مع العادات الاسلامية بتاعتنا ولا المجتمع المصري. فطبعا يا حبايبي نتعلم ازاي اللي هو مش كل حاجة، مش كل ثقافة. يعني احنا أهم حاجة لما تروح كل مكان تعرف ثقافة البلد بتاعته، من حيث الإيجابيات ومن حيث إيه؟ السلبيات. واحنا دورنا إن احنا نعمل إيه؟ ناخد الإيجابيات من كل إيه؟ من كل دولة. ناخد الإيجابيات من كل إيه؟ من كل دولة. ومن حيث السلبيات لا، نبعد عن السلبيات. لازم نحاول يا حبايبي ناخد الإيجابيات من كل حاجة ونسيب السلبيات بتاعتها، عشان بطبيعة الأمر أو طبيعة الحال اللي مفيش، ما ينفعش ناخد ثقافة دولة كاملة، أو ناخد كل ثقافة احنا بناخدها إيجابيات وسلبيات. لأ، احنا كل حاجة لينا عندنا حدود، فاحنا بناخد الإيجابيات الحاجة والسلبيات بنسيبها. وبالظبط ده اللي عملوه وده اللي اتعلموه منهم. وده كان ببساطة الفكرة العامة اللي بتدور فيها الدرس. يلا نشوف بقى الدرس بيتكلم، يعني نقرا الدرس سوا ونطلع أهم المعاني والمفردات من حيث فهمنا للفقرة. يلا. رحلة من النيل إلى طوكيو. الفقرة الأولى، نقول بسم الله. بيقول إيه؟ عندما وصلت مع فريقنا المذهل. هنا المذهل يا حبايبي معناها المدهش أو المحير، معناها المدهش أو إيه؟ المحير. وهو فريق مدرستنا الذي استطاع أن يصعد للمستوى الدولي في مسابقة الروبوت إلى مدينة طوكيو. طبعا جمع مسابقات، وجمع فرق عاصمة اليابان لمجابهة بعض الفرق الدولية.
يبقى حبايبي كده معنى مجابهة هنا يعني إيه؟ يعني مواجهة أو مقابلة، معناها مواجهة أو إيه؟ أو مقابلة. عكسها هروب، عكسها هروب إيه؟ وخوف، عكسها هروب أو خوف. كما نشعر بالإثارة. يعني إيه يا حبايبي، يعني إيه نشعر؟ يعني نشعر يا حبايبي يعني نحس، نشعر يعني إيه؟ نحس. الإثارة يا حبايبي معناها إيه؟ المتعة أو التشويق، معنى الإثارة المتعة أو إيه؟ أو التشويق. التوقعات يا حبايبي معناها التخمينات، معنى توقعات التخمينات، مفردها طبعا التوقع. العالية عكسها المنخفضة. بأن هذه البلاد الزاخرة بالتاريخ. يعني إيه يا حبايبي الزاخرة؟ الزاخرة معناها يا حبايبي المليئة أو ممتلئة، وعكسها الفارغة أو الحاوية. يبقى معناها الفارغة أو الإيه الخاوية. يعني إيه؟ خاوية يعني مفيهاش حاجة. بالتاريخ والثقافة. يعني يا حبايبي الثقافة يعني طلب معرفة الشيء، أو الثقافة يعني إيه؟ المعرفة. وعكس الثقافة يعني الجهل. ستكون ميدانا لمغامراتنا الجديدة. طبعا جمع المغامرة مغامرات. الجديدة عكسها إيه يا حبايبي؟ القديمة. كان هناك فارق زمني ليس بالقليل بين وصولنا ووقت المسابقة. جمع فارق فوارق. لذا كان لدينا وقت لاستكشاف المدينة. إيه يا حبايبي استكشاف؟ يعني معرفة. استكشاف يعني إيه؟ معرفة. وعكسها إيه برضو؟ جهل. المدينة وتعرف العادات والتقاليد اليابانية. فزرنا المعابد. فزرنا إيه؟ المعابد القديمة والحدائق الجميلة. وتناولنا الأطعمة التقليدية الشهية. معنى التقليدية يا حبايبي يعني المعتادة أو متكررة، معناها المعتادة أو إيه؟ المتكررة. بيكون إيه؟ الإبداعية أو الابتكارية. تكون إيه؟ الإبداعية أو الإيه؟ الابتكارية. معنى الشهية يا حبايبي يعني اللذيذة، وعكسها إيه؟ الرديئة. كانت كل تجربة تعزز روح المغامرة. معنى تعزز يا حبايبي يعني تقوي. معنى تعزز يعني إيه؟ تقوي. وعكسها إيه؟ تضعف روح المغامرة بداخلنا، وتعمق تقديرنا لجمال الثقافة اليابانية. يبقى كده يا حبايبي برضو إيه؟ هما برضو كانوا عجبوا بالثقافة اليابانية. جمع مغامرة المغامرات. بيقولك إيه؟ وتعجبنا عند زيارة بعض المدارس في اليوم التالي، حيث كنا نرى التلاميذ بمساعدة المعلمين وهم ينظفون الفصول والحرم المدرسي. الحرم المدرسي يا حبايبي معناها ساحة الفناء. كانت هذه مشاهدة مدهشة. مدهشة يعني إيه يا حبايبي؟ قلناها فوق. محيرة أو مذهلة بالنسبة لنا. فقد اعتدنا قيام عمال النظافة بهذا العمل في مدارسنا. كما وجدنا أيضا بعض الصفوف ليس بها معلمون. فقد جرت العادة. العادة يا حبايبي يعني إيه؟ التعود. بأنه ليس هناك معلم بديل، لأنه إذا لم يأتي المعلم إلى المدرسة يدرس التلاميذ بأنفسهم، لأنهم موثوق بهم سيقومون بعملهم الدراسي المعتاد وسيتابعون دروسهم. يعني إيه يا حبايبي يتابعون؟ يعني يواصلون دروسهم. يتابع حاجة يعني بيواصل حاجة. عكسها إيه؟ ينقطع أو يتوقف. عكسها ينقطع أو إيه؟ أو يتوقف دروسهم بدون معلم. وهذه العادة رائعة بالفعل بالمدارس اليابانية. أصبحنا في حيرة من أمرنا مما نشاهده، وقررنا أن نتعمق في الثقافة اليابانية ونتعلم المزيد عنها. فتحدثنا مع التلاميذ والمعلمين لنفهم القيم الثقافية اليابانية وأهمية المسؤولية الفردية. الفردية يا حبايبي عكسها الجماعية. الفردية عكسها إيه؟ جماعية. المسؤولية جماعة المسؤوليات. طبعا يا حبايبي حيرة معناها إيه؟ دهشة. واستمرت رحلتنا ووصلنا استكشاف العادات والتقاليد والثقافات الجديدة رغم انبهارنا. انبهار يعني اندهاش برضو. في معاني بقولها بديها لك مش موجودة في الكتاب عشان أنمي ثقافتك اللغوية. بالتعرض لثقافات جديدة فقد وجدنا الثقافات والعادات لا تناسب مجتمعنا وعادات عاداتنا العربية والإسلامية. يعني إيه يا حبايبي؟ يعني إيه بالتعرض؟ يعني بالتعرف. التعرض أنت بتتعرض لحاجة، إيه؟ بتتعرف على حاجة. يلا نكمل. وهكذا استكملنا رحلتنا لنستكشف المزيد من العادات والثقافات ونتعلم من تجارب الثقافات المختلفة ونحترم التنوع الثقافي. يعني ايه يا حبايبي التنوع؟ تنوع من حاجة الاختلاف. التنوع معناها ايه؟ الاختلاف. وعكسها ايه يا حبايبي؟ عكسها التشابه. عكسها ايه؟ تشابه. بمعنى التعود يا حبايبي الاختلاف عكسها ايه؟ تشابه. دون التقليد الأعمى
مدركين أن القيم والخبرات التي نكتسبها في هذه الرحلة. معنى نكتسبها يا حبايبي هنا معناها يعني نحصل عليها، مش كل معنى هتلاقيه معنى حرفي. احنا بنكتسب حاجة يعني نحصل عليها. يبقى معنى نكتسبها ايه يا حبايبي؟ نحصل عليها. وعكسها ايه؟ نفتقدها. يبقى نحصل عليها عكسها ايه؟ نفقدها أو نفتقدها. ستبقى معنا طول حياتنا، وعلى الرغم من عدم الحصول على المركز الأول في المسابقة طبعا جميع المسابقات، إننا حصلنا على العديد من المكاسب. مكاسب معناها الانتصارات وعكسها إيه يا حبايبي؟ الهزائم. مكاسب معناها الانتصارات وعكسها إيه يا حبايبي؟ الهزائم. فالسفر والتعرض لثقافات مختلفة يمكن أن يكون لهما تأثير إيجابي. إيجابي يا حبايبي يعني عكسها إيه؟ سلبي. كبير على إيه؟ الفرد من جميع النواحي، كتوسيع آفاق الفرد وزيادة التسامح. يعني إيه يا حبايبي آفاق؟ آفاق يعني معرفة. آفاق يعني إيه؟ معرفة. وعكس معرفة جهل. وزيادة التسامح يا حبيبي يعني إيه بتسامح؟ يعني أنت بتتقبل الآخر. معنى التسامح يعني إيه؟ قبول الآخر. وعكسها إيه يا حبايبي؟ عكسها واحد بيقبل الآخر، التاني إيه؟ بيتعصب ومتشدد. يبقى عكس التسامح التعصب والتشدد. وفهم الآخرين والتعايش مع الاختلافات وبناء الصداقات الدولية. باختصار السفر والتعرض، احنا قلنا التعرض يعني يا حبايبي يعني التعرف. ثقافات مختلفة يمكن أن يكون تجارب غنية. يعني إيه يا حبايبي غنية؟ غنية يعني إيه؟ ممكن نقول غنية من النواحي الشخصية والعقلية. ليها معنيين. في معنى موجود عندك في الكتاب اللي هو إيه؟ مليئة. غنية يعني إيه؟ مليئة. والصراحة أنا برضو شايف معنى تاني، ممكن نقول ممكن أن يكون تجارب غنية يعني مليئة من النواحي، النواحي الشخصية والعقلية والاجتماعية. ممكن برضو نقول غنية يعني مفيدة من النواحي الشخصية والعقلية والاجتماعية. برضو أنا حاسس ليها، برضو أنا شايف ليها تنفع. معنى غنية هنا مليئة، وعكسها إيه؟ عكسها فارغة أو فقيرة. وبرضو ممكن نقول إيه؟ ضارة. في كذا معنى، بس أنا عشان عايز أديك معنى بس موجود في الكتاب. بس عايز أقول لك حاجة مهمة، مش عايز ألخبطك. بس في القراءة المتحررة متى التزم افهم المعنى، ما تحفظوش. أنا عايزك تفهم المعنى. غنية هنا بيقولك إيه؟ مليئة إيه؟ من النواحي الشخصية والعقلية والاجتماعية. ممكن برضو تجيلك مفيدة من النواحي الشخصية والاجتماعية والعقلية. فأنا عايز أنمي حصيلتك اللغوية من حيث فهم الفقرة، مش حفظ المعنى بس. عشان القراءة المتحررة مش بيجيلك المعنى زي ما هو، ممكن يجيلك أصلا فقرة في مكان تاني خالص، وأنت اللي تخمنه. ماشي حبيبي. كما يمكن أن يساعد في تطوير يا حبيبي هنا معناها تحسين الفرد وتوسيع آفاقه، مع التمسك بعاداتنا وعدم الانجراف الأعمى وراء الثقافات التي لا تناسبنا. تمسك يا حبيبي يعني معناها التشبث. مع التمسك إيه يا حبايبي؟ يعني التشبث. وعكس التمسك إيه؟ الفقد. عكس التمسك إيه؟ واحد بيتشبث في حاجة تاني إيه؟ بيفقدها. معنى الانجراف يا حبيبي يعني إيه معنى الانجراف؟ الانجراف ورا حاجة يعني بيكون يعني التقليد والاتباع. يعني انت بتقلد الحاجة او بتتبعها. الانجراف معناها الاتباع او التقليد. وعكسها ايه يا حبيبي؟ واحد بيقلد حاجة واتباع تاني لا، بيتروى ويتأنى وبيشوف الحاجة. بعكس الانجراف التروي والتأني. ومعناها ايه؟ التقليد والاتباع. وبكده خلص شرح درس النهاردة اللي هو درس الرحلة من النيل إلى طوكيو. وإن شاء الله في الفيديو الجاي بإذن الله هحللكوا تدريبات من رحلة للنيل إلى طوكيو. ولو عجبكوا الفيديو متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو جديد مع مستر محمد كرم مع قناة هنذاكر سوا.